بوب 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 بوب، هيا بنا إلى كوكب الضحك، بلاد القوى الضاربة. برين، ماذا سنفعل الليلة؟ سنفعل ما نفعله كل ليلة يا بينكي، نحاول السيطرة على العالم. بينكي وبرين، بينكي وبرين، برين عبقري وبينكي هو الغبي، في جبل يعيشان فماذا يصنعان؟ بينكي معه برين برين برين. آخر الأخبار أخوتي، لقاو الجيش الجزائري كيتناول المواد ملوثة، ولكن قبل ما نوريكم الفيديو، إلا كنتي أول مرة كتشوف القناة ديالي اشترك باش إن شاء الله ديما يطلع لك الجديد، وما تنساش بالدعم ديالك جيم جيم جيم، عطنا الرأي ديالك وبارطاجي الفيديو. يلا عيش معايا اللحظة، كونسونطري مع راسك، خو أي حاجة غتفكر فيها حيت هاد الفيديو غتستمتع بالبيان. انتشار المهلوسات والمخدرات والمؤثرات العقلية. تخيلوا خوتي أنه داخل في العالم التقني كاين أفراد تقنيين يبريباري لك طيارة وهو مسطول أو هو كالي الكاشيات. هذه حاجة منتشرة كتير في القواعد الجوية العسكرية في الجزائر تحت نظر القيادة وتحت علم القيادة، لأنه حتى القيادة كاين فيهم اللي يتعاطى المخدرات ويتعاطى الكحول، وكلهم يتمشوا بالعقلية نتاع طفي الضوء ولا اضرب بالنح. على بالهم باللي انه الافراد نتاعهم يتعاطوا المخدرات، ورانا جايين في الموضوع في نقطة اخرى. هذا راه ضابط في الجيش الجزائري، يعني راه ماشي حنا اللي قلنا ولا شي مغربي اللي قال، راه منهم هو اللي قال. واش لله اخوتي، واش هذا الجيش هو اللي بيحرر؟ اش بيحرر؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول. Je profite de l'occasion pour dire que Bjaïa, pour nous, c'est la seule wilaya où il n'y a pas eu de bidonville depuis l'indépendance. C'est pas étonnant de la part de gens اللي بناو القاهرة، بناو الأزهر، بناو كذا. على سير مونتاج سكان بجاية ولا سكان الجزائر، على هما قدموا مصر اللي بناو الأهرامات وبناو الأزهار. الله يجزيك السي عبد المجيد. حشومة. واش داك الشعب تلقى عليه تسرح تقول له بناو الأهرامات؟ راه مصر راه من الدول العريقة والقديمة، اش بيبنيو الناس بجاية؟ الله يهديك. يا ودي الله يهديك. يتمثل في اعتبار جبل تبقال المتواجد بالمغرب جبلا جزائريا، وقد تم نقله من تلمسان إلى مراكش. واو. يا الله هذوك الشباب، انا بنعرف كيفاش داروا ليها. جبل ديال تبقال قال لك تجي من تلمسان تهز لمراكش، كي داروا ليه انا بنعرف. واش تحموا عليه وهزوه، ولا جابوا شي كلاك وهزوه؟ ما فهمتش انا كيفاش داروا ليه. هاد الناس راه خرجوا كلشي، بقى وين جبل تبقال حتى هو. استغفر الله. الأرقام التي نستخدمها الآن، هذا 1 2 3 يعني نسمي 1 2 3، هذا اللي نسميوه اللي نعتبرها. هذه الأرقام أيضا تم اختراعها في بجاية. أول ما تم اختراعها في بجاية، هذا مهم جدا، الآن كل العالم يستخدمها، مخترعة في بجاية. قال لك هذا حتى هو أساس الجزائر هي أول دولة كيداروا فيها الأرقام. راه عرفتي الأرقام من كانوا التاريخ ديالهم، راه حضارات قدام قبل ما تكون الجزائر ولا قبل ما تكون بزاف ديال الدول. راه نعرف هاد الناس هادو اللي كيديروا هاد السيجوات وتيلقى هاد الشيء في القنوات ديالهم، وهداك الشعب تا هو تيكونسومي في هاد الشيء. ما فهمتش واش بيحمقوهم، واش بيخرجوا من الحقيقة ولا ما عاد. والله إلا فهمت السطا مع هاد الناس هادو. الله لا، هذا خذ ما تكتب. نحن كجزائريين نطالبوا حتى فرنسا ببرج ايفل، لانه بني بحديد الونزا. حائط البوراق، تسمعوا بنا ما تسمعوش بيه. حائط البوراق بناه سيدي بومدين، حجره والحجره تاعنا. لا عجيب بزاف. واو برج ايفل حتى هو، برج ايفل، حائط البوراق، ما فهمش جبل تبقال، ما فهمش انا. الله الا بغيتي تفهموا لي وحق الله العظيم. حنا المغاربه وتشوفوا هادشي شنو الضحك. ما عرفت الشعب الجزائري واش تيستوعب هادشي تيقولوا هاد الناس ولا ما فهمتش. والله الا فهمت بالله، باظ لهاد الناس، الله الا باظ ليهم. ده انت مسخره. في الجزائر لا حديث إلا عن الديك الذي اعتقلته الشرطة، وانتقل خبره إلى الصحافة الدولية، وأطلقت الهاشتاجات باسمه: الحرية للديك، الصياح ليس جريمة، أطلقوا سراح الديك. فيديو
لرجل جزائري في الستين من العمر اشتكى عبر فيديو على فيسبوك من أن دورية من 5 رجال شرطة اعتقلوا ديكه بعد شكوى من دبلوماسية إيطالية عليه. ديبوزاو بيا بلانت في الكوميساريا على جال الشردوك باش كان انا مربي واحد الشردوك ثما ديبوزاو بيا بلانت قالوا الشردوك تاعو راه بيرانجينا. اما جاو ليا 5 بوليسيه للدار قالوا لي العاج وانت مول الشردوك قلت له نعم. قال لي وراه الشردوك قلت له هنا في الجنان على قال لي نقدروا نحكموا باش كان عندنا عطاونا امر باللي لازم الشردوك نحبطوه للكوميساريا. ولكن هادشي واعره بعض الشدوله تتشد في الروج. ما عرفتش كاينه في الدستور ديالهم ولا في القانون ديالهم بانه تشد في الروج. دابا واحد السيده ناض الصباح قالت لي واحد في الروج صدعني جاو يشدوه. اجا ما بغيتش انا نمشي بلاد كاع. أعلن رئيس الوزراء الجزائري أيمن عبد الرحمن عزم بلاده تقديم $1 مليار لصالح مشروعات تنموية في إفريقيا. وقال عبد الرحمن خلال القمة الإفريقية في أديس أبابا إن الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي سوف تتولى تمويل هذه المشروعات. قناعة من الجزائر بارتباط الأمن والاستقرار في إفريقيا بالتنمية، قرر السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ضخ مبلغ $1 مليار أمريكي لصالح الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية لتمويل مشاريع تنموية في الدول الأفريقية، لا سيما منها تلك التي تكتسي طابعا اندماجيا أو تلك التي من شأنها المساهمة في دفع عجلة التنمية في قارتنا العزيزة. ولكن كنشكر النظام الجزائري على التبرع ديالو ديك $1 مليار. صراحه انا فاجئوني $1 مليار بزاف. ولكن من تبرعتوا على داك الشعب مسكين تيضل شد الصوف على الحليب، شد الصف على المازوت، شد الصف على الزيت. عطيك $1 مليار تفرق عليهم، تفرق على الشعب الجزائري ومابقاش تلقى شي واحد خدام في الجزائر. دير بواحد الطريقه عنصريه مال على هضرك يديرها. وعلى الاقل شوف هي البنيه التحتيه اللي كاينه دابا في الجزائر المونتاج. الله يبارك لك داك الفيديو وشوفوا هاد الناس هادو واش هاك البنيه التحتيه ماشي حشومه تكون في الجزائر 2023 وبلاد اللي فيها 40 مليون او 45 مليون جزائري حرام تكون ديك البنيه التحتيه في الجزائر. شوفوا الفيديو قال لك كوبا الجزائرية هادي. Damn, this looks very old and authentic, I could say. Yes. For sure. It was Jewish place. This old city for Jewish. I feel like I've gone back in time. Yes. You are in Cuba. Cuba. Yes. The Cuba of Algeria. Yes, exactly. Algerian flag, the green to represent the prosperity, the white to represent peace, the red to represent the blood of the people sacrificed. Yes. واش خوتي هاد الفيديو كيداير؟ شفتو البنيه التحتيه كي دايره؟ هذاك الفيديو في 2023 اللي قال لك ديال السياحه بغات توصل 120 مليون سائح ما عرفتش 120 مليون سائح بتجي على هاد البنيه التحتيه هادي. فين يستقبل هاد الناس؟ من يحطوا هاد الناس باز؟ الله يلا باز. انا بعدا ما فهمتش انا السياح اللي كيجيو للجزائر ما عرفتش تيجيو كيشوفوا الاثار. انا تيبان لي بحال كيشوفوا الاثار وكيجيو يشوفوا الناس القدام وكيشوفوا هادشي تيبان لي انا. لا عليك. الى هنا اخوتي كينتهي الفيديو. كنتمنى ان شاء الله يكون عجبكم وكيف ديما ما تنساوناش بالدعم ديالكم. بارطاجيو اخوتي الفيديو باش ان شاء الله تكونوا واحد عائله اللي هي كبيره وضحكوا بيناتنا. وتحياتي لكم وشكرا لكم ودمتم في رعايه الله.